ليه نهتم بروتيننا المسائي، وايه الحاجات اللي لازم نعملها في روتيننا المسائي تخلينا مرتاحين الصبح، وايه الحاجات اللي لازم ما نفوتهاش قبل ما ننام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. انا علياء ودي قناتي. النهارده بقى هنتكلم مع بعض ليه بنهتم بروتيننا المسائي. طبعا احنا عارفين ان الروتين المسائي بتاعنا ان احنا بنشطب المطبخ ونروق ونشطب الحمام ونروق اي حاجه، نرجع كل حاجه مكانها. طب ليه احنا بنعمل كده؟ بص يا ستي، عشان بتصحي الصبح تلاقي دماغك دي رايقه، ما وراكيش اي حاجه، تصحي عارفه انت هتعملي ايه وفي وقت ايه، وعارفه مرتبه امورك من بالليل من قبل ما تنامي. مرتبه امورك، مرتبه هتعملي ايه، ورقه وقلم واكتبي انت عايزه تعملي ايه. ده من ضمن روتينك المسائي، ان انت تمسكي ورقه وقلم وتكتبي كل الحاجات اللي انت عايزه تعمليها. هتصحي تلاقي الصبح تلاقي نفسك رايقه، ودماغك دي فاضيه ما فيهاش غير الحاجات اللي انت مرتباها بس. هترتبي الدنيا على السريع، وهتعملي غدا فطار لولادك وفطار لنفسك رايق. هتعملي غدا كويس، مش هتتسربعي وتحاولي تنجزي اي حاجه، لا، هيكون في وقت ليكي، وقت لولادك، وقت لجوزك، وقت لكل حاجه. هتخلي دماغك انت رايقه. ازاي تهتمي بنفسك، تهتمي بصحتك، تهتمي باي حاجه انت عايزه تعمليها الصبح. تمام. اول ما تصحي الصبح هتصحي طبعا كل حاجه متروقه من بالليل. هتقراي قران، اذكارك، تهتم بروتينك الصباحي لنفسك، كل حاجه لنفسك. وبعدين بقى لما يصحي الولاد هتلاقي نفسك عارفه تعملي ايه، مرتبه لهم هم فطار حلو، مرتبه لهم قعده كويسه، مرتبه لهم افكار حلوه تعمليها معاهم في اليوم، من غير ما يكون عليك ضغط في الاعصاب. وكمان هيكون كل حاجة ليها وقتها. هتدوري على أي حاجة تشتغلي فيها تنظيف عميق، مش هيكون بس عمالة تلف حوالين نفسك لغاية ما تخلصي كل حاجة وفي الآخر تنامي مهدودة من شغل البيت. لا، هيكون أول ما تصحي الصبح هتلاقي مكان، هتقولي المكان ده أنا هروقه ترويقة، يعني مش لكلكة بقى، لا، ده انت هتاخديها بقى تنظيف عميق، بدل من الشغل اللكلكة ده. وبكده هتلاقي وقت لنفسك، وهتلاقي وقت تعملي كل حاجة براحتك. تمام. جربي كده تصحي الصبح تلاقي البوتاجاز بتاعك نظيف، البوتاجاز الحوض بتاعك نظيف وفاضي. جربي كمان تصحي الصبح تلاقي الغسالة بتاعتك خلاص فصلت، مش لسه هتستنيها لما تفصل، لا، هتصحي على النشر بس. كمان لو نشرت الهدوم من بالليل وصحيت الصبح بس عايزة تطبق، دي حاجة لوحدها يعني. تمام، للناس اللي ما بتحبش الغسيل. كمان هتلاقي وقت ان انت تخلصي، ان انت تذاكري للولاد، تقعدي مع الولاد، تطلعي بالولاد، تروحي اي مكان انت عايزاه، بدل ما تصحي الصبح مش طايقه نفسك ومش طايقه الدنيا مكركبه حواليكي، البوتاجاز بتاعك متوسخ، الحوض بتاعك متوسخ، الحمام عزكم الله، الهدوم كلها متوسخه، مش عارفه ترتبي امورك، مش عارفه تظبطي نفسك. كمان لو عروسه جديده او مش عارفه تظبطي امورك، لازم يكون لك روتين مسائي قبل ما تنامي، تروقي فيه دماغك وتروقي فيه حاجتك. لازم تهتمي بنفسك، روتين للولاد، روتين ليكي، روتين للبيت. لازم حاجات بسيطة بس هتفرق قوي معاكي، هتفرق في النفسية، وهتفرق في نفسية ولادك كمان. جربوا الصبح كده تصحي تلاقي الدنيا كلها رايقة، والدنيا كلها متنظفة، وتحضري فطار لنفسك، بدل ما بتصحي تلف حوالين نفسك وما تعرفيش تعملي اي حاجة لنفسك، ولا اكل ولا شرب ولا لبس ولا ميك اب خفيف، ولا تاخدي لك دش حتى، ولا تسرحي حتى شعرك. في ناس بتصحى الصبح مش عارفة حتى تسرح شعرها، بسبب انها الدنيا كلها مكركبه فوق دماغها، ما بتنظمش حاجات تتعمل الصبح، حاجات تتعمل بالليل. يعني لو رتبت الكنب بتاع الصاله او الليفينج في الصبح، تصحي الصبح تاني بالليل، تصحي الصبح تلاقي نفسك هتكنسي على طول وتروقي على طول، بمنتهى السلاسة ومنتهى السهولة، مش هتاخد في ايديكي وقت. وكمان المطبخ بتاعك رايق والحمام بتاعك نظيف، برضو مش هتاخدي اي وقت. ده بالعكس، انت هتصحي تكنسي على طول وتظبطي على طول، هتلاقي الدنيا اخف معاكي بكتير. طيب، وفري على نفسك واعملي لنفسك روتين مسائي. الروتين المسائي ظبطي فيه الرخامة، امسحي فيه الرخامة، اي حاجة توسخت منك طول اليوم امسحيها. ظبطي الحوض، اغسلي مواعينك، واغسلي الحوض بتاعك، واغسلي البوتاجاز بتاعك، وكنسي المطبخ وامسحيه، بس كده.
اعزكم الله الزبالة ما تخليهاش، على طول ارميها. يعني حاولي على قد ما تقدري ان انت يوميا ترمي الزبالة، لانها بتعمل طاقة سلبية ليكي وللولاد. يعني بتخليكي عندك كده طاقة سلبية، ما عارفاش تعملي اي حاجة، وما عارفاش تظبطي نفسك كده ده كله ده كله من الزبالة. لما تشوفيها بعينك هتحس بطاقة سلبية فعلا. هاتي حبيبتي ورقة وقلم واقعدي مع نفسك، ظبطي انت عايزة تعملي ايه. عايزة تغسلي البوتاجاز بتاعك، عايزة تعملي الحوض، عايزة تعملي الكنب بتاع الصالة، عايزة تاخدي دش، عايزة تعملي سكراب لجسمك، عايزة تعملي سكراب لبشرتك. بصي رتبي كل حاجة من بالليل عشان تصحي الصبح رايقة. أهم حاجة إن الواحد يرتب نفسه من بالليل عشان يلاقي نفسه فايق. لعب الولاد لميها من بالليل. الصبح هتضيع وقتك وتضيع مجهودك، بدل ما تصحي تلفي حوالين نفسك وانت بتروقي بتشيلي اللعب، بتشيلي الكراكيب، بتشيلي كل حاجة. لا، هدوم متوسخة على سبت الغسيل، هدوم نظيفة طبقيها وحطيها في الدولاب. ما تخليش اي حاجة قدامك تخليكي تصحي الصبح مش رايقة، دماغك مش فاضية، اللي هو مخنوقة مش عارفة تعملي ايه. لما تكون كل حاجة مكانها هتصحي الصبح دماغك حلوة، اللي هو لا انا لسه هاخد دش، وبعدين اسرح شعري، وبعدين اقرا قرآن، وكمان اقول الاذكار بتاعتي، وكمان اقعد براحتي كده مع نفسي. مش محتاجة ان انا آه، اجري حوالين نفسي. لا، ده كمان الولد نايمين لسه، انا هعمل فطار حلو لنفسي، وهقعد افطر مع نفسي، وهقعد اظبط يومي هعمل فيه ايه. صحيح في حاجات بتخليكي اليوم بتاعك يتغير، او في حاجة بتتغير في يومك، بس برضه لما تخططي ليومك صح، خليكي مرنة في حاجات صح. يعني مش بنقدر نعملها، بس خليكي مرنة، مش مشكلة لو الحاجة اللي ما اعملهاش النهاردة هعملها بكرة. بس على الأقل أنا عملت حاجات لنفسي، على الأقل أنا روقت دماغي شوية. تمام. يعني انت مش بتشتغلي على طول قاعدة في البيت، هل لما تصحي تلاقي الكركبة كركبة كركبة، كركبة في المطبخ، كركبة في الحمام، كركبة في أوضة النوم، كركبة في الصالة، كركبة. تخيلي كده الكركبة دي كلها بتعمل طاقة سلبية ازاي للبني آدم. يعني وأي ست بيت عندها مضغوطة أو عصبية أو هي أصلا مضغوطة وعصبية من الكركبة اللي حواليها، مضغوطة وعصبية عشان كل ما بتنظف بتلاقي الدنيا اتعكت تاني. فوليه أنا أخلي روتين صباحي وروتين مسائي، حتى لو الولاد كركبوا الدنيا فيما بعد، بس كركبوا على نظافة. يعني تفرق. انا لسه في وقت معايا، لا يا ولاد قبل ما تلعبوا تعالي افرش لكم ملاية قديمة، ولا سجادة قديمة، ولا اي حاجة قديمة تقعدوا تلعبوا عليها، بدل ما تلخبطوا الدنيا في الصالة، او في الأوضة، او في اي مكان يعني. تمام. لا، هفكر ان انا اعمل لهم فطار حلو كده. لما اعمل لهم فطار حلو، تعالوا يا ولاد نفطر مع بعض، تعالوا يا ولاد ساعدوني، تعالوا يا ولاد مش عارفه ايه. الولاد بتحب الحاجات دي. يعني الولاد بتحب انها تساعد وتلعب بالشوكولاتات وتلعب بالكلام ده، فهم هيساعدوكي عشان هم نفس يعني لقوا الدنيا متروقة حواليهم. تمام. فانت حاولي على قد ما تقدري ان انت تظبطي امورك وتنظمي وقتك، اللي هو اهم حاجة ان انت تعملي روتين الصبح وروتين بالليل، خصوصا الروتين بتاع بالليل. روتين الليل يعني هيفرق جدا في نفسيتك. حوضك نظيف، بوتاجازك نظيف، رخامتك نظيفة، مواعينك تمام، الهدوم كل حاجة في مكانها، اللعب، الكراكيب، كل حاجة في مكانها. هتبص تلاقي نفسك الدنيا كلها متظبطة ومتروقة معاكي. هي ساعة بالليل بس هتفرق جدا معاكي تاني يوم الصبح. لو خلصتي كل حاجة قبل ما تنامي، ساعة واحدة بس بالليل هتفرق معاكي تاني يوم الصبح، في ان انتي اول ما تصحي هتعملي فطار لنفسك حلو، العيال هيكونوا معاكي كده. مش شادة اليوم، مش مضغوط، مش بتجري حوالين نفسك، لا عايزة اخلص، بدل ما تخلصي شغل النهاردة او تعملي لهم اكل النهارده، لا ده انا لسه هغسل مواعين امبارح، ولسه هغسل البوتاجاز عشان اتوسخ مني امبارح، ولسه هعمل مش عارفه ايه. ليه ده كله؟ طب ما انا اخلص كل حاجه من بالليل احسن. حطي دورة غسيل من بالليل. اهم حاجه برضو
تحطي دورة غسيل من بالليل. طبقي الهدوم بتاعتك من بالليل. الهدوم اللي هي نشفت وخلاص، مثلا طول النهار مش عارفة تطبقيها، خلاص الولاد ناموا، انا بقى قاعدة مع نفسي اروح اطبقها من بالليل. نص يعني ساعة مش هتفرق معاك خالص 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 في ان انت تخلصي كل شغل البيت بتاعك. تصحي الصبح رايقة، لو جالك تليفون على غفلة، لو جالك ضيف على غفلة، لو جالك اي حاجة، تبص تلاقي نفسك مخلصة كل حاجة، ومش محتاجة وقت كتير. تمام. فأهم حاجة، أهم حاجة إن يكون ليكي روتين مسائي، هو ده اللي هينظم يومك تاني يوم. لما تبدأي يومك من بالليل هيفرق جدا معاكي. أهم حاجة إن يكون ليكي روتين صباحي، روتين مسائي، تمشي عليهم بالظبط. في تعب، في أيام بتكون تعب، في أيام بتكون كده، بس يعني الواحدة بتكون تعبانة أكتر لما تلاقي شقتها متوسخة. الواحدة بتكون تعبانة أكتر لما تدخل المطبخ تلاقيه مكركب. لكن لما تكون كل حاجة معمولة وكل حاجة نظيفة حواليكي، لا، في راحة نفسية على الأقل. يعني أهم حاجة الراحة النفسية، ودي هتفرق جدا في نفسية الولاد. اوعي تنسي نفسك في روتين الليلي في ان انت تاخدي لك دش، وتسرحي شعرك، اعملي شعرك طاقية، ترطبي جسمك. اشوفكم على خير في فيديو جديد.